رصيد الفود ستامبس مش هيروح للناس لغاية لما الحكومة تفتح تاني. ايه اللي بيحصل؟ الرئيس دونالد ترامب النهاردة على تراث سوشيال الخاص بيه عمل تويتة جديدة وقال ان الفود ستامبس مش هيتم توزيعه ومش هيروح للناس لغاية لما الحزب الديمقراطي يفتح الحكومة تاني. الاغلاق الحكومي اللي دخل يومه ال35 النهاردة عشان يبقى أكبر إغلاق حكومي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية لغاية دلوقتي. الإغلاق الحكومي الأكبر كان المفروض في عهد الرئيس دونالد ترامب الفترة الأولانية وكان 35 يوم. النهاردة احنا 35 يوم ولسه الحكومة مغلقة. في أكتر من 42 مليون شخص بيستخدموا الفود ستامبس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي المساعدات الغذائية، والناس ديت المفروض كان ينزل لها الرصيد في أول يوم في نوفمبر، ولغاية دلوقتي ما نزلش الرصيد لأن الميزانية اللي خاصة بالفود ستامبس خلصت. وزي ما احنا عارفين ان طلع حكم قضائي من قاضي فيدرالي في رود ايلاند بيجبر الحكومة على استخدام اموال امرجنسي للفود ستامبس. الاموال دي طبعا اقل من الفلوس اللي بتتوزع في الفود ستامبس شهريا، فبالتالي الحكومة ممكن توزع جزء من الرصيد بتاع كل شهر لكل الناس بدل ما يبقى الرصيد كامل. في حل مؤقت لغاية لما يلاقوا حل. وزارة العدل بتقول ان هي هتبعت تفاصيل الموضوع دوت وازاي يتوزع وبنسب قد ايه ومين الناس اللي هتبقى مستحقة لوزارة الزراعة. وطبعا وزارة الزراعة هي المسؤولة عن موضوع الفود ستامبس هنا في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن غير واضح ايه اللي هيحصل دلوقتي بعد تويتة الرئيس دونالد ترامب. هل حتى الفلوس ديت هتقف ولا هتروح للناس؟ عموما حتى لو هي هتروح فالموضوع هياخد وقت لان القصة مش هتحصل في يوم وليلة. القصة هتاخد ايام وممكن اسابيع على ما الفلوس ديت اصلا تتوزع. فهل هيشهد مواطني الولايات المتحدة الامريكية ال 42 مليون واحد منهم بيستخدموا الفود ستامبس نوع من انواع المجاعة والاحتياج للاكل في دولة هي الاغنى في العالم، ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.